ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ وبنكمل قصة شينج وصديق طفولتها. وساعتها قعدت شينج وقعد جنبها سي وبدأ يساعدها في الدرس، لكن شينج ساعتها فضلت سرحانة وبص عليه وبتقول في نفسها هو انا ليه متوترة كده؟ فسي بيقول لها انت بتبصي عليا ليه؟ هي الاجابة في وشي، انت عايزة المدرس يزعلك بكرة؟ وفجأة قامت شينج وقالت له كفاية النهاردة. فقال لها ليه؟ فقالت له ولا حاجة، شكرا ليك على الدرس ده. وبتضحك وبتجري، وهي بتجري اتخبطت في الكرسي وكانت هتقع، لكن سي لحقها وقال لها انت كويسة؟ فقالت له انا ماشية شكرا ليك مرة تانية. فقال لها انت حمقاء وخلي بالك المرة الجاية. وساعتها سلمت على امه، وام سي اتفاجئت من وجود شينج عشان ما شافتهاش دخلت من الباب وبتقول جت امتى دي؟ فسي بيسأل امه على الادوات الطبية، فسألته ايه اللي حصل معاك؟ انت كويس؟ فقال لها انا كويس، وخد منها الادوات. وساعتها قرب من تشينج عشان يطمن عليها ويعالجها. وام سي اتفاجئت من اللي حصل وبتقول في نفسها هو شكله كده حبها ولا ايه؟ وساعتها تشينج بتمشي وبترجع البيت، وفضلت طول الليل تفكر فيه وبتقول في نفسها انا ليه حاسه اني قلقانه ومتوتره لما بيقرب ليا؟ يا ترى عندي مرض يمنعني اني اقرب ليه؟ وبيزيد تفكيرها فيه وبتقول في نفسها في حاجه غلط، انا ليه عمال افكر فيه؟ وفجاه ظهر سي من الشباك وبيقول لها ازيك انت كويسه؟ واتفاجئت شينج وبتقول في نفسها اكيد ده مش حقيقي، وبدات تقفل الشباك. وسي بيقول لها انت بتقفلي الشباك في وشي؟ انا جاي هنا عشان اقولك خدي دي، كانت لاصقه طبيه ووقعت منك. وساعتها قفلت الستاره وبتقول معقوله ده حقيقي؟ ده كان بيسأل عن اللاصقه، ده يبقى قلقان عليا، يعني ده حقيقي مش خيال. وبيجي تاني يوم وراحت تشينج المدرسه، وفي الفصل بتاعها كانت سرحانه ومش مركزه، والمدرس كان بيشرح وهي مش مركزه خالص مع حد. ومدرس الرياضيات الجديد لاحظ ان تشينج مش مركزه وقال انا هخلي حد من الطلاب يشرح لي السؤال ده. وساعتها لاحظت ده وبتقول في نفسها يا رب ما يختارنيش انا، وطبعا اختارها هي. وبيقول لها تشينج قولي لي السؤال ده، وطبعا كل الطلاب ارتاحوا عشان ما اختارهمش. وساعتها جه وقت الاستراحه ولسه شينج برضه سرحانه، وصديقهم التالت دونج بي كان قاعد معاها وبيقول لها انا هلعب مع سي دلوقتي، تعالي اتفرج علينا. وبرضه لسه سرحانه وبتفكر في اللي حصل معاها امبارح. وسكت دونج بي وقال لها ايه مرحبا، انا بكلم فيكي من بدري، انت مش مبسوطه بسبب التدريب؟ وفجاه ظهر سي وبيقول لدونج يلا عشان نلعب. وطبعا لما شافت سي سرحت تاني، وبص سي عليها وقرب منها وبيقول مش دي اللاصقه اللي جبتها لك؟ كويس انك حطيتيها على الجرح. وهي ساعتها كانت حطاها عند دماغها، وبعدين سابها ومشي عشان يلعب. وبص دونج من وراه وبيقول لشينج يلا يا بنتي عشان تتفرجي على الماتش. فقالت له ماشي. وبدأ الماتش، وطبعا كل البنات كانت بتشجع سي، الولد الوسيم، الولد الرائع، الولد الافضل. وبدأت المباراة وهم بيلعبوا، الكورة كانت هتيجي على تشينج وهي كانت قريبة من الكورة جدا، لكن سي جري بسرعة وبعد الكورة عنها لكنها وقعت. وبيقول لها انت كويسة؟ فقالت له انا كويسة. وطبعا كل ده وكانت سرحانة وبتفكر في سي طول المباراة. وبعد المباراة المدرسة كلها كانت بتتكلم عن اللي حصل وبيسألوا عن البنت اللي انقذها سي، دي مين دي؟ وكل واحدة كانت بتتمنى تكون مكانها وقتها. وكانت البنت اللي اسمها لين معاهم، البنت دي اللي اشترت لسي ازازة المية لكنه معبرهاش، وهي كانت متضايقة جدا لكنها ما اتكلمتش مع البنات بخصوص اللي حصل، لدرجة ان البنات استغربوا وبيقولوا لها انت ليه ساكتة كده؟ فقالت لهم لان الكل بيتكلم وهم مبسوطين وانا مش عايزة اتكلم مع حد. فالكل استغرب منها، وبعدين راحوا عشان استراحة الاكل وكانت لين معاهم هناك. وفجأة ظهر الثلاثي سي ودونج وشينج، وكانت لين بتبص عليهم من بعيد وهما ماشيين. كانت لين واقفة وشينج لاحظت انها بتبص عليهم. وبنروح لشينج وكانت قاعدة في الفصل سرحانة وبتشخبط في الورقة. وفجأة ظهر سي وبيقول لها انت بتعملي ايه؟ فقالت له ما تبصش على الورقة. وبدأ يتخانقوا مع بعض زي كل مرة. وساعتها
وفجأة لاحظوا الطلاب حواليهم وبدأوا يتكلموا ان سي معجب بيها. هم على طول مع بعض واصدقاء من الطفولة، لكن ممكن اصدقاء الطفولة يحبوا بعض؟ وفضلوا يتكلموا عنهم. وكانت لين واقفة هناك برضو، البنت اللي معجبة بسي. وواحدة من البنات قالت لها ايه الفايدة لو انت بتحبي سي وهو مش بيحبك؟ انت لازم تتكلمي معاه وتسأليه. فقالت لها لين مستحيل اقول كده، انا ما عنديش الشجاعة لكده. فردت البنت وقالت لها امال كنت شجاعة ازاي لما سألتيه انه عايز يشرب مية ولا لا؟ وبعدين بدأت لين تراقبه، وكان سي مع شينج في الفصل، ولكن وهو خارج من الفصل حاولت لين تتكلم معاه لكنه ما شافهاش. ولاحظت شينج وجود لين وقالت لين ممكن اتكلم معاكي شوية؟ وبدأت تسألها وهي متوترة وقالت لها انا عايزة اسألك عن سي، لو هو بيحب حد، سمعت انك صديقته من الطفولة، يعني اكيد تعرفوا عنه كل حاجة. فقالت لها تشينج انا عارفة انه ما يعرفش بنات، عشان كده اكيد مفيش حد في حياته. فقالت لها لين يعني مفيش حد في حياته؟ راحت قالت لها شكرا جزيلا. وسرحت شينج في نفسها وبتقول هي ليه بتسألني اذا كان في حد في حياته ولا لا؟ دي ممكن تكون معجبة بيه. وراحت شينج تطلب الاكل، وكان باين عليها الزعل جدا. وكان سي بيسأل الطلاب عليها وكانت بتتهرب منه، مع العلم انهم متعودين انهم بياكلوا مع بعض، وكانت بتستخبى منه. لكن لقاها في الاخر وخد منها الاكل وبيقول لها انت بتاكلي لوحدك ليه؟ وهي بتحاول انها تشد منه الاكل بتاعها وبتقول له اديني اكلي. فقال لها لا، وهي بتاخد اكلها راحت وقعت. وساعتها خدها على العيادة عشان تتعالج، وبيقول لها انت لو كويسة حاولي تمشي على رجلك. وبدأ يشيلها وهي كانت محروجة جدا وبتقول له نزلني. وهو بيقول لها انا مش هلومك عشان كنتي بتتهربي من انك تاكلي معايا. فردت وقالت له انت هتلومني ليه؟ انت عندك كام سنة؟ انت لسه طفل. فقال لها انا طفل؟ انا خلاص بقيت طفل. وبدأ يضحك. والبنات في المدرسة بتسأل ان لو في حد سأل سي ان حد في حياته ولا لا. فسألوا لين لو سألته، فقالت لهم لا، انا سألت صديقته تشينج وقالت لي لا مفيش حد في حياته. وبعدين كانت بتدرس شينج في الفصل، وكانت بتحاول تحل سؤال سي اللي اداهولها في الرياضيات. وكانت شينج شاطرة في كل المواد الا مادة الرياضيات. وفجأة ظهر صديق سي دونج بي وبيقول لها انت بتعملي ايه؟ فقالت له انت ليه انت وسي بتحبوا تبص عليا وتشوف انا بكتب ايه من ورا؟ فقال لها يعني مش لسبب تاني؟ طب المهم هو فين سي؟ لان تم استدعائه في المكتب. وبدأوا يتكلموا مع بعض، وطبعا الطلاب شافوهم وبيقولوا هي سابت سي وبدأت تتقرب من دونج بي، دي بتخلي الكل يحبها. وفجأة تشينج بتدور على الكتاب بتاعها وكانت عاملة الواجب لكنها مش لاقياه. وفجأة دخل سي وبيقول لها فين الواجب بتاعك؟ وده لأن المدرس خلى سي هو اللي يشوف الواجب ويتابع مع الطلاب. فقالت له أنا مش لاقياه. فقال لها أنا كنت عارف كده. وفجأة دخل مدرس الرياضيات الجديد وكذب سي عشان خاطر شينج وقال لها لازم تتأكدي من الواجب بتاعك المرة الجاية. والبنات بتتكلم وبتقول ازاي سي بيقول الواجب بتاع شينج معاه وهو معانا عشان احنا سرقناه. وفجأة سمع دونج بي البنات وهما بيتكلموا وشد منهم الواجب بتاع شينج قبل ما يرموه، وبيقول لهم كتب الآخرين سرقة لا تفعلها الفتاة الصالحة. وخده ومشي ورجعه لتشينج وقالت له هو الواجب كان معاك ليه؟ فقال لها لما آخر مرة كتبنا الواجب مع بعض اخدته بالصدفة. وبكده يكون انتهى الفصل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.